السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف عن كل الفيديوهات. هنعمل اهم حاجه في المطبخ وهي التوابل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، سنه حلوه عليكم ومباركه عليكم اجمل متابعين. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفه جديده بعملها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنتعرف النهاردة على أسعار التوابل وأسعار حاجات كده كنا شارينها برضو مع التوابل. وهنعمل التوابل إن شاء الله. طبعا التوابل ليها يعني ليها تكات معينة كده بتعمليها بيها عشان ما تبص منك أو ما تسوس منك. تابع بقى الفيديو الآخر عشان في حاجات مهمة كل نقطة فيها إن شاء الله هتستفيدي منها. يلا بينا بقى نبدأ وصفتنا. في الاول بنتكلم شوية عن اللي حصل في البلد والغلا والاسعار. طبعا احنا الاول كنا بنشتري بالكيلو، يعني كنا بنشتري التوابل والسمسم والحاجات اللي احنا هنقول عليها دي كنا بنشتريها بالكيلو. اصبح دلوقتي بنشتري بالكمية، يعني اصبح بنشتري بالكمية. مثلا بنروح عند العطار ونقول له مثلا ادينا ب10 جنيه مثلا سمسم، ب10 جنيه توابل، ب10 جنيه فلفل، ب10 جنيه كمون. تمام كده. كيس مثلا فانيليا، كيس بيكنج باودر، بالحاجات دي. ليه؟ لان الاسعار هي اللي حرمتنا ان احنا نعمل كده، يعني الاسعار هي اللي اجبرتنا ان احنا نعمل كده. طبعا احنا هنبقى زي البلاد اللي هي البلاد اللي بره. بعد كده هنشتري بالقطعة، يعني البلاد اللي هي العربية اللي بره بتشتري بالقطع. يعني تشتري مثلا تاخدي مثلا موزاية على برتقانة على اي ثمرة من الفاكهة، وتجمعي كده كذا ثمرة بيجمعوا لك مثلا نص كيلو او كيلو. بتشتريهم يعني بالقطع، مش بتشتري بالكيلو. احنا شكلنا كده هنعمل زيهم، وربنا المستعان. والطب بعبادك يا رب، والطب بعبادك يا رب. معلش بقى، يلا ما نرغش كتير ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. طبعا احنا طبعا رحت عند العطار، فلقيت عنده نشا، ولقيت عنده طبعا بيبقى عنده خميرة وبيكنج باودر وفانيليا وحاجات من دي. فقلت ايه، اشتري شوية حاجات بالمرة كده، لوازم رمضان كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى اشتريت نشا، قلت له هات ب10 جنيه نشا. اشتريت الكركم، اشتريت كاري. تمام كده. يبقى اشتريت كركم واشتريت كاري واشتريت نشا واشتريت ملح شوربة واشتريت خميرة زي ما انتوا شايفين، دي خميرة فورية، الكيس ب3 جنيه. تمام كده. يبقى كل حاجة من الاكياس اللي احنا قلناها الكبيرة دي كيس ب10 جنيه. والبيكنج باودر الكيس لا معلش، البيكنج باودر الكيس ب5 جنيه، والخميرة الفورية الكيس ب3 جنيه. اشتريت من كل نوع 5 اكياس. والفانيليا طبعا هي الوحيدة اللي ما بتغلاش، معروفة الكيس بجنيه، 5 اكياس ب5 جنيه. هي دي الحاجة الوحيدة اللي رخيصة. تمام كده. طبعا انا ما اشتريتش كميه كبيره، بس ايه اهم برضو هيقضوا الغرض، هيقضوا معاكي الشهر لو حبيتي تعملي. طبعا الفانيليا بنحتاجها في الحلويات، والبيكنج باودر اللي عملتي معجنات ولا حاجه، وطبعا الخميره. هنا بقى هنبدا في التوابل. طبعا ده روزماري. اللي هو عامل زي الكمون كده، بس يعني العود بتاعه بيبقى رفيع. ده روزماري. طبعا اشتريت ب10 جنيه. وده كمون، هو ده قريب من الروزماري. يبقى الكمون اللي كمية قليلة ده الكمون، اشتريت ب10 جنيه. وده ملح صيان برضو ب10 جنيه. يعني كل حاجة من اللي انا شاريها دي ب10 جنيه. طبعا زي ما بقول لكم كنا بنشتري مثلا، نروح نشتري مثلا نص كيلو، ربع كيلو مثلا تمن مثلا. دلوقتي بقى بنشتري بالكمية، يعني بتقول مثلا هات شوية دول مثلا ب10 جنيه. طبعا معروف ان الحبهان هو عالم التوابل كلها، يعني هو اساس التوابل كلها، هو اغلى حاجة في التوابل. انا سمعت عن الحبهان، الكيلو الحبهان اللي هو الاصلي معروف ب1400 جنيه. 1400 جنيه. يعتبر الحبهان اللي احنا جايبينه ده مش يعتبر مش حبهان، بس جبناه برضو خلاص عشان ايه يظبط التوابل. جبناهم دول ب10 جنيه. والفلفل الاسمر الكمية دي دول كنا بنجيب. الحبهان اللي انت شفتيهم دول الاول كنا بنجيبهم ب3 جنيه، دول جبناهم ب10 جنيه. والفلفل الاسمر ب10. طبعا اللوري كمية كتيرة طبعا مش هنحطها كلها، يعني ايه هنحط ربعها
والباقي هنشيله بقى نحطه في الشوربه وبقى نعمل مره كمان. تمام كده. طبعا الكميه اللي انتوا شايفينها دي يعني المقدار اللي هو القليل، مثلا زي الفلفل زي الكمون، طبعا دي كزبره، طبعا كميه، طبعا الكزبره معروفه ان هي رخيصه، فدول ب10 جنيه، كميه كبيره يعتبر نص الكيس. هحط برضو نصهم والنص التاني اخليه. تمام كده. تابع بقى الفيديو الاخر عشان ان شاء الله هنعمل احلى توابل هتشم ريحتها من على بعض. احنا عملناها قبل كده فيديو، بس النهارده برضو هنعملها تجهيزات بقى للشهر الكريم. طبعا دول جوز الطيب، حبيتين جوز الطيب ب10 جنيه، يعتبر الحبايه ب5 جنيه. ربنا المستعان. ده جنزبيل ب10 جنيه، ده جنزبيل ب10 جنيه. وده ورق زهرة، ورق كده يعتبر ورد الزهر او ورق زهرة، بتحطه للشوربة، بنحطه برضو بنضيفه على التوابل برضو. ده الكمية دي ب10 جنيه، كمية برضو كتيرة هنخلي منها. تمام كده. وهنا ده طبعا احنا قلنا روزماري، ده الزعتر. الزعتر ده بقى بيتحط على البيتزا، بتحط برضو في التوابل، بتحط على الشوربة، بيخلي ريحتها وطعمها جميل. دول كده برضو ب10 جنيه. يبقى المعروف اللي هو الاغلى في التوابل دي قرفة. طبعا انا حبيت اجيبها مطحونة، ما جبتهاش عداء. تمام كده. قرفة دي ب10 جنيه. معروف ان الفلفل مثلا، الفلفل بيبقى غالي، والحبهان يعني الاغلى الفلفل والحبهان والكباب الصيني. طبعا احنا حطينا، احنا قلنا كباب الصين، قلنا وجايبين كباب الصين، هنوريها لكم برضو دلوقتي. طبعا هنحط نص كمية الكزبرة، لقيت الكزبرة كتيرة فاحط نصها، والنص التاني نخليه اطحنه خشن كده، يبقى نعمل منه الفلافل في رمضان، للسحور في رمضان ان شاء الله، بتدي ريحة حلوة وطعم جميل. وهنا بقى الحاجات اللي هي كمية كتيرة هنحط نصها، يعني مثلا زي الزعتر، الروزماري، الكزبرة، اللوري، الورق اللي هو ورق الزهرة ده، الحاجات اللي هي مثلا القرفة، كل الحاجات دي اللي هي كمية كتيرة هنحط منها نصها بس. جوز الطيب مثلا حبيتين، ده اللي هنحطهم. الفلفل، الكمون، ده هنحطه. الحبهان هنحطه. طبعا دي يا جماعة التوابل اللي انا اعرفها. لو تعرفوا نوع توابل مثلا تاني زيادة عن كده بكتبوا لي في التعليقات. انا ما هي دي التوابل اللي انا متعودة عليها وبجيب على طول. طبعا هنا حطينا الجنزبيل، طبعا الجنزبيل بيدي زي شطشطة كده للتوابل، وبيدي ريحة كده وطعم جميل. طب كمية الجنزبيل دي كنا بنجيبها في الرخص، كنا بنجيبهم ب2 جنيه، يعني كنا بنجيبهم الاول ب2 جنيه. معلش لو هطول عليكم الفيديو، بس كل حاجة عشان تستفيدوا منها. طبعا هتقولوا لي طب وبتغلبي نفسك، يعني بتغلبي نفسك وتجيبيها خشنة ليه؟ طبعا ده ورق الزهر هنحطه برضو ايه، يعتبر حطينا ربع الكمية عشان برضو كمية كتير، حطينا ربع الكمية بس. بتغلبي نفسك ليه وتجيبي خشنة وتفضلي تطحني وتحمصي وكده؟ التوابل اللي هي الجاهزة متعرفيش هي معمولة ازاي. يعني لما تجيبي توابلك على ايدك كده وتنقيها وتحمصيها زي ما احنا هنعمل كده في الفيديو، بتبقى ريحتها جميلة. وان شاء الله ان شاء الله لو عملتيها، لو سمعت الفيديو الاخر وعملتيها زي ما انا اعملها كده، ان شاء الله مش هتشتري توابل ناعمة خالص. دي قرفة، مش هتشتري، حطينا نص القرفة، مش هتشتري توابل ناعمة تاني. ليه؟ زي ما قلت لك التوابل مش مضمونة. طبعا معروف بتاع الشركات اقلب ويلا، بترابها، بعفشها، بحالها، بمالها. طب وعلى ايه؟ انت جيبي حاجتك في البيت، روقيها ونضفيها وحمصيها كده، وتبقى ريحتها جميله كده في البيت، تقعد معاكي بالسنه مش هيجرى لها اي حاجه. يعني الاسهل عليا ان انا كنت اجيبها مطحونه. لا، انا مش هجيبها مطحونه، اللي اقدر اجيبها مطحونه اللي هي مثلا اللي معروف ان هي اللي بتبقى مطحونه، اللي هي القرفه. هي في منها برضو عيدان، وساعات انا بجيبها عيدان، بس انا استسهلت وجبتها، جبتها مطحون. الجنزبيل معروف ان هو بيبقى مطحون وكده. معلش المفرش اللي انا بصور عليه اتكب عليه شويه جنزبيل.
هنا بقى زي ما انتوا شايفين بنحط بقى زي ما قلت لكم الحاجة اللي هي كمية كتيرة بقسمها، عشان هجيب عليها كميات تاني من الحاجات اللي هي القليلة، زي مثلا الفلفل الحبهان اجيب منها على اجيب كميات تاني برضو واعملها ايه في مرة تاني. يعني طبعا ان شاء الله الكمية اللي انا جايباها دي كمية كبيرة، يعني التوابل اللي انا هعملها دي انا هعمل نص التوابل هتقضيني الشهر وتفيد كمان. طبعا الشهر الكريم شهر الخير والبركات، كل يوم بقى اشكال والوان من وصفات رمضان يعود علينا وعليكم وعلى الامه المحمديه كلها بالخير واليمن والبركات. طبعا الله اعلم بقى هيبقى فيه عزومات ولا لا، بس بيبقى فيه وصفات كل يوم، بيبقى فيه بتعملي محاشي، بتعملي اكله كل يوم، بتعملي اكل اشكال والوان، فلازم الحاجه تبقى عندك موجوده، ما تاخديش من جردك ولا تشتري من بره، حاجتك موجوده في البيت. هنا بقى ورق اللوري زي ما انتم شايفين الكميه دي كلها ب10 جنيه، طبعا كميه كبيره، فحطيت شويه منهم كده برضو بيدي ايه طعم كده وريحه حلوه. وهنخلي بقى الباقي للشرب. هنا الفلفل الاسمر، طبعا شايفين شويه الفلفل الاسمر قد ايه زي الحصر، ب10 جنيه. طبعا انا كنت رايحه عشان اجيب زي ما كنت بجيب الاول، يعني كنت بجيب مثلا اتماء من كل نوع، مثلا توم، لقيت الاسعار فوق، لقيت الاسعار نار. دي بقى الكباب الصيني، شايفين الكباب الصيني بتبقى الحبايه بتاعتها غليظه عن الفلفل ولونها فاتح شويه، الفلفل بيبقى اسمر. لقيت الاسعار يعني مولعه نار، واحد هيشتري ايه ولا يشتري ايه، ولسه كمان ما اشتريناش يميش رمضان، يعني ربنا يرحمنا يا رب. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دي كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حطيناها في طاسه تيفال او اي طاسه عندكم او اي طاسه المونيا، هنحطها على النار نشيل الرطوبه منها، مجرد ان هي تسخن كده ونقلبها قلبتين. فالخطوه دي مهمه جدا ان انت تحمصيها. طبعا الوحدتين جوز الطيب دول هعملهم، يعني هضربهم بالهون كده ضربتين، هكسرهم يعني وانعمهم عشان يتحمصوا كويس تمام كده، عشان لو حطيتيهم في الكبه هيبوظوا لك الكبه. يعني تدقيهم كده بايد الهون وتكسريهم وتنعميهم عشان يتحمصوا معاه. هنا بقى زي ما انتم شايفين الله شكل التوابل جميله وخرافه. هنحمصها بقى على النار، على نار هاديه خالص، يعني ايه بحيث ان انت ايه تعرفي ازاي ان هي اتحمصت. تحطي ايدك كده على التوابل تلاقيها سخنت، وتلاقي ريحه التوابل طلعت، ريحه مش ريحه محروقه، لا ريحه حلوه كده، وتحسي بريحه التوابل ان هي طلعت خلاص. زي ما انتم شايفين هنا طبعا دول جوز الطيب طحنتهم زي ما انتم شايفين كده. زي ما بقولك عشان لو حطيتيها سليمه مش هتتحمص، وكمان هتبوظ لك الكبه او المطحنه. هنا بقى بنحمص زي ما قلت لكم على نار هاديه. يبقى خطوه اساسيه ومهمه ان انت لازم تحمصي التوابل. ليه؟ اول هام بتدي ريحه جميله، تاني هام بتحفظيها من التحميصه دي، بتطلع الرطوبه اللي فيها، وتالت هام ان هي ما بيجرالهاش حاجه، لو قعدت عندك فتره طويله مش هيجرالها اي حاجه. معروف ان التوابل بتسوس، يعني التوابل معروفه ان هي بتسوس، فانت الخطوه دي ان شاء الله لما تعمليها بتطلعي الرطوبه تمام كده، وبتحمصيها وبتدي لها ريحه كده جميله. فان شاء الله ان شاء الله هتقعد عندك من السنه للسنه مش هيجرى لها اي حاجه. يبقى هنا بنختبرها، بنشوفها هي سخنت ولا لسه. يعني مش تسخن تبقى دافيه، لا تبقى سخنه كده، تمسكي تقدر تبقى سخنه على ايدك كده، مش تتحرق، لا ما تطلعش دخان ولا تطلع ولا تتحرق، لا تطلع ريحه بس، تحسي ان ريحه التوابل طلعت كده بقى تقفلي عليها، وهي سخنه بقى كده تعمليها في الكب على طول تمام كده. هنا بقى بنقلب، تقلبي من تحت، والنار تكون هاديه ما تكونش عاليه عشان ما تتحرقش منك. معروف ده توابل ما فيهاش ميه ولا فيها سوائل ولا اي حاجه عشان ما تتحرقش منك. وهنا بقى زي ما انتم شايفين هنا في المطحنه بتاعه الخلاط هنطحن بقى عليها. معلش انا ما بقولكمش صوت الخلاط عشان يعني ايه، انا كده بقول لكم الطريقه كلها، يعني بقول لكم على اللي انا بعمله كله، مش محتاج ان انا اجيب الخلاط وكده. وهنا بقى زي ما انتم شايفين دي طبعا مش كل التوابل، يعني انا برضو ما طحنتهاش كلها، يعني خليت شويه، انا عملت كده على قد البوله اللي انتم شايفينها. طبعا الكميه دي كتيره قوي، يعني الكميه اللي البوله دي كبيره، يعني الكميه اللي انتم شايفينها دي عملت لي نص كيس كبير، يعني نص كيس من اللي كان فيه التوابل ده، نص كيس كبير
دي هتقضيني الشهر وزيادة كمان. وخليت ما حبيتش برضو، خليتها ان هي تبقى فريش وطازة، ما حبيتش اعملها كلها. تمام كده. ودي شكل التوابل يا جماعة معانا، لونها خطير، ويا سلام لو كنت معايا. ريحتها قلبة المطبخ، والله ريحتها تحفة وجميلة. التحميصة دي بتطلع الرطوبة فيها، بتطلع ريحة كده تخلي ريحتها قلب المكان. دي شكل التوابل معانا، هتعملي بيها اجمل الوصفات واحلى الوصفات. وسنة سعيدة عليكي وعلى كل متابعيني، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم.